ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى هننقل الفراخ من السلاكه نحطهم على السطح، لان المكان ده ضيق جدا زي ما انتوا شايفين، وهم حوالي 20 فرخ. ومش عارفين ياكلوا ولا عارفين يتحركوا ولا ياخدوا راحتهم ويجروا براحتهم وكده. هننقلهم فوق في العش اللي فوق. خليكم معايا اوريكم كل حاجه. وهنا كنت طلعت على السطح، كنست اوضه البط. وحطيت لهم ميه وحطيت لهم اكل وحطيت لهم البرنيكه فيها قشر الرز، عشان لو بيضوا ولا حاجه ما يبيضوش على الارض. هما يعني فاضل لهم شهر ولا حاجه ويبيضوا باذن الله. اهم حاجه ما تنسيش تشتركي في القناه وتدعميني حتى لو بلايك. ده علف. هنخلط لهم علف على تشيش للفراخ، لان هم اصلا داخلين يعني حوالي عمر شهرين. فخلاص بقى يعني هنخلط لهم. ده علف على تشيش، علف وسط وتشيش وسط. تهيألي الدشيش ناعم. وهنقلبهم. وده قشر بيض يا جماعة، كالسيوم ممتاز جدا ليهم، يتأسسوا من صغرهم. وهنا كنا كنسنا العشة لان كان مطرحها بط بتاع سلفتي، كنسناها وحطينا لهم ميه وحطينا لهم الاكل. والطبق ده يا جماعه اللي ورا دلوقتي هيجي دلوقتي، ده صدف ينقوا منه. احنا مكسرينه وكان خشن، كسرناه عشان يعرفوا ياكلوه. والعشه دي واسعه وجميله، يعرفوا يجروا براحتهم ويروحوا براحتهم. وكمان حلوه لان الشتا داخل، يبقوا متدفيين. هي اصلا العشه مكتومه واحنا يعني سادين الاخرام اللي فيها، وده من بره بس احنا هنسده لانه ممكن يطيروا، لان هم غلبونا اصلا عقبال ما طلعناهم بيطيروا ويجروا. دول بلدي هاجيني يا جماعة، بلدي هاجيني مش بلدي عادي، بلدي هاجيني جميل جدا وبيكبر عن البلدي العادي. كنا رشلهم تبن على الارض. وانا هنقفل لهم بقى البتاع اللي بره دي لأم، عشان ما يطيروش، وهم لو طاروا مش هنعرف نمسكهم. اهم حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعموني واي حاجة تكتبوا في التعليقات هرد عليها. وياريت يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة.